مساء سعيد مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الحياة سينما. ما أروعكم وأنتم تتابعون هذا البرنامج على القناة السابعة، وأيضا الإعادة على قناة المغربية، وطبعا بالوفاء ديالكم صبحتوا كتعرفوا أشنا هو هذا البرنامج. الحياة سينما كينطلق من الفلسفة البسيطة والعميقة في نفس الآن. كل واحد فينا حياته يمكن اعتبارها فيلم سينمائي، ما عرفتش متفقين ولا ما متفقينش. كتبدا بالولاده، الجينيريك ديال البدايه، وكتنتهي بالوفاه، الجينيريك ديال النهايه. ولكن ما بين هذا الجينيريك وهذا الجينيريك كاين احداث كثيره اللي كتطبع المسار ديال حياتنا. ويمكن كل واحد فيكم كتوقع له هذه القضيه شي نهار كيقول عرفتي هذا الشيء اللي وقع لي هذا النهار والله الا بحال شي فيلم ديال السينما. ايوا سيدي، هذا والله الا بحال شي فيلم ديال السينما هي اللي خلاتنا نعملوا هذا البرنامج ديال الحياه سينما، باش نستضفوا لكم مجموعه ديال الفنانه، مجموعه ديال الناس كتعرفوهم ويمكن كاين اللي ما كتعرفوهم شي بزاف، ويعطيونا مقاطع من حياتهم اللي كيعتقدوا لو انها تخدات وتعملات سيناريو تعطينا فيلم سينمائي ناجح. انما كاين اهداف اخرى عميقه من هذه العمليه كلها، هو اننا نوقفوا على جوانب من حياه الناس كتعرفوهم، هو اننا ناخذوا تجربه من جوانب حياه ناس كتعرفوهم، هو اننا نستافدوا من حياه ناس كتعرفوهم. اليوم معنا ضيف لهذه الحلقه كيتعلق الامر فنان كبير على مستوى المشاركه ديالو في مجموعه ديال الاعمال السينمائيه العالميه، فنان مميز على مستوى المشاركه ديالو في واحد المجموعه ديال الاعمال التلفزيونيه، ومعروف كثير بالتعامل ديالو مع الفرق المسرحيه والممثلين والمخرجين ديال مدينه مراكش. ويمكن نطرح له السؤال علاش الانتشار ديالك ما كان شيء كبير وبقيتي محصور اكثر في مدينه مراكش وفي مدينه ورزازات على مستوى العمل السينمائي العالمي. الامر كيتعلق بالفنان وليد مزوار، هو ممثل ومخرج مسرحي وصاحب فرقه مسرحيه، ولا يفارق الثقافه، بحيث حتى بمستوى على مستوى العمل ديالو هو كيشتغل في دار للثقافه. مساء النور، تحيه لك السي وليد مزوار. مساء الخير سيدي محمد، شكرا على هذه الاستضافه هذه اللي غادي تخليني اني نتلاقى مع الجمهور المغربي. مرحبا بك، زوينه عندك مساء الخير ومرحبا بك سيدي محمد. بحال انت بخير نعمس. لقيت راسي بغيت نولي مقدم ثاني. مرحبا بك بالعكس. مرحبا لاله اختك، ميرسي بوكو. انت كتعرف طبعا ماهيه البرنامج، بيان سور، وكتعرف انه ضيوفنا اللي كيجيو كيخصهم ينخرطوا في العمليه، والعمله الاساسيه هو الصدق ضروري، والحب باش كيتكلموا مع الناس. لك الاختيار في الفتره اللي بغيتي من حياتك اللي كتعتقد انه يمكن نعملوا منها فيلم سينمائي. انا ما غاديش نتكلم على البدايات ديالي، لان البدايات ديالي بدات في التسعينات بيان سور بالنسبه للمسرح، وبالنسبه للثمانينات بالنسبه للسينما، ولكن غادي نهضر على واحد الفتره مهمه في الحياه ديالي، انتقاليه، فهمتي، يعني تتهم يعني الحياه ديالي في الاشتغال على مستوى الفن والحياه ديالي الشخصيه. انا تابعت الدراسات ديالي في بزاف ديال المدن، منها انا من مواليد مراكش، دونك البدايات ديالي كانت في مدينه مراكش، ولكن تابعت الدراسات ديالي في الدار البيضاء، يعني على مستوى الثانوي وحتى على مستوى الجامعي. واحد الوقيته ملي شديت لا ليسونس، لان انا الوالد ديالي توفى تقريبا في 83، دونك الاخت ديالي هي اللي خدات لا غوليف انه تربيني وتقريني وهذا، دونك قررتني ديك المده كلها اللي توفى الوالد. ملي شديت لا ليسونس في 89 وكملت واحد العامين بوغ افوار ان دي وهذا، جافي دي زامبيسيون، عندي واحد الرغبه انني نطور ذاتي وهذا، دونك فكرت انني نهاجر نمشي للميريكان هذا سا نا با مارشي بيان سور بعد كاع. مزيان. الان حنا يمكن نقولوا عرفنا السياق العام ديال الفيلم اللي غادي نتكلموا عليه او اللي غادي نصنعوه مع بعضنا. فوالا، كل فيلم عنده عنوان. شنو العنوان اللي تبغي تعطي لهذا الفيلم ديال حياتك؟ حيت هي فتره اسمو عليه سي با نقدر نستي شي مو تكنيك ديال السينما كات ولا شي حاجه ولا زابين ولا شي حاجه بحال هكا. تبغي حاجه ماشي مشكل، الا بغيتي ناجلوا العنوان ناجلوه، ولكن بقى عاقل معايا اننا باقي ما عطيناش عنوان العمليه ديالنا والفيلم ديالنا. نفكر فيه. قلتي انك بغيتي
تنطلق وكان عندك طموح وكنتي كتفكر تمشي لامريكا وغيرها، واختاريتي بالضبط امريكا ربما لان لا ليسونس ديالك في اللغه الانجليزيه، فاختاريتي امريكا وما تمشاتش العمليه، يمكن ما حصلتي شيء على الفيزا وما الى ذلك. لا ما حصلتش على الفيزا. فواش هنا عقده الاحباط جات؟ علاش؟ لانه فاش ساليت، فاش جيت لا ليسونس، الوالده الله يرحمها كانت في مراكش هنا، قالت لي بركه ما تقل على اختك، انه كان عرفتي تتشوف رؤيه ديال النسيب ليك، فهمتي انه هزك واحد المده معينه، فهمت واحد الوقيته ملي تشد ليسونس بالنسبه لي هو سي فيني، راه اختك راه الى كومبلي فهمتي. دونك بركه، دونك قالت لي رجع لمراكش باسكو باقي الدار ديال الوالدين وداك الشيء، قالت لي رجع. دونك ملي رجعت وسا با مارشي بالنسبه للفيزا، سديت على راسي 7 سنين. ايماجين 7 سنين ديال شوماج، يعني ما تندير والو، 7 سنين وانا جالس تناكل وتنعس وتنهدا. دونك غنخليو اللقطه ديالنا ديال السد على راسك 7 سنين وكتعيش الاحباط، وغادي نعملوا واحد الفلاش باك، وغادي نرجعوا اللقطه من اللقطات باش نعالجوا، لان كل فيلم كيخصو يعالج قضايا معينه في مجتمع معين. حنا المجتمع المغربي فيه ما يسمى بالتكافل. هذا التكافل هو كيمكن اخ كبير يبقى خدام على خوتو كلهم، كيمكن الاب يبقى خدام والولاد يكبروا وما يلقاوش اي الخدمه، كيمكن الاخت تخدم على خوتها وتربيهم وما الى ذلك. هذا التكافل كاين اللي كيشوفوا ايجابي وكاين اللي كيشوفوا سلبي. كاين اللي كيشوفوا سلبي على اعتبار ان الانسان كيبقى معتمد على واحدين اخرين، خصو يدير بحال الاوروبيين يوصل 18 عام يخرج يقلب على راسو. كاين اللي كيشوفوا ايجابي، هذا ماشي نقاشنا. الا بغيتك ترجع بالذاكره وتعطينا مشهد من المشاهد اللي في لحظه من اللحظات حسيتي براسك بالفعل غريب داخل الدار ديال اختك وراجلها طلعتي ليه في راسو وما لاقيش كيدير، فهل من لقطه في هذا الباب؟ هو سوفون دوك قبل ما ملي قريب نشد لا ليسون هذا ولات كثروا المشاكل، سيدير يا لي ديسبوت، دونك ولاو تيتخاصموا بزاف، فهمتي. وانا تنشوف بعض المرات تيمشيو لدرجه العنف، وانا والوالده تنشوفو، فهمتي. دونك وتنسمع الهضره، دونك تيسدوا عليهم يقول خوك خصو يمشي في حالو، بركه كتافو، فهمتي، خصو يمشي يدبر على راسو، قلتو راه تي هذا، فهمتي، راه قرا صافي، انا راه بركه عليا، فهمتي. سما بوكو ماركي، فهمتي، هذه القضيه، لانه وما لقيتش الجهد، فهمتي. وكاين الوالده تقول لي صبر غير هذا وهذا، تما كانت شويه قاصحه بالنسبه لي انا. عندهم وليدات اختك وراجلها؟ اي عندهم 3 وليدات. في بعض الاحيان كيمكن كنقولوا مع راسنا اجي نلجؤوا للوليدات الصغار، يمكن نحبوهم ويحبونا ويوليو مغطين علينا الصهد ديال راجل ختنا ولا ديال مرت خونا على حساب الحالات. فواش حاولتي تنسج هذه العلاقه مع الاطفال الصغار؟ اكيد. واش في ديك الفتره طبعا مع اولاد اختي، احنا دائما مع اولاد اختك، وفي اللحظه اللي كتعيش فيها واحد النوع ديال المعاناه، انت جالس في دار كتحس باللي مواليها من غير اختك ربما. لا، علاقتي انا مع اولاد اختي كانت طيبه جدا، لانه كبروا قدامي، حيت الوالده هي اللي كبرتهم. الوالده هي اللي كبرت ولاد اختي. معناه انك بقيتي سنوات كثيره مع شحال تقريبا من سنه؟ ايوا 83 دونك حتى 90 راه سي ان بو دو طون، دونك 11 عام. ولا انا تنقول لك الفتره اللي هذه الفتره اللي فيها 11 عام لما كنعيشوا في دار شي حد اخر، ويمكن المخرج يبغي يقارب هذا الموضوع لانه مهم. لما كنعيشوا في دار شي واحد اخر ما كنكونوش احرار 100%، ولما كنعيشوا في واحد الفتره اللي كنقراو فيها ويمكن فيها جزء من المراهقه، ويمكن كيجي جزء ديال البليه، وكيجي جزء ديال كنبداو نتعرفوا على الجنس الاخر، وانت ما كتعيش هذه الحريه. علاش؟ لانه بنادم حيت تيكون في دارو تتكون عنده شومبغ لوي، تيكون عنده مكتب ديالو، تيبغي يعيش. دونك ديك الفتره كلها تندوزها تقريبا برا الزنقه. دونك كيما قلتي لي زامي وهذا تمشي له القهوه، دونك طول الطون في القهوه، طول الطون في الجرده، فهمتي. دونك ملي ما تتكونش في دارك فيمكن نقولوا كتدخل تاكل وتنعس. فوالا سي صافي هادشي اللي كاين. وإلا ضربات اختك قدامك تقدرش تهضر؟ لا ما قدرتش ديك الساعه، جو في با لو شوا، تنتقلق تنتألم داخليا. ولكن إلا بغينا صوره مشهد في هذا الباب اللي الان حضرك، اللي انت قادر تعمل شي حاجه،
ولكن الواقع ديالك المادي وواقع انك كدرس ما يخليكش تحرك. واحد النهار سمعت لا ديسبوت وسمعتو بون هما تيضربوا بجوج وسادين عليهم البيت. دونك امي معايا تتشوف وفهمتي بو غيان. ديك الساعه كنت بغيت ما عرفتش ندير، ولكن في مون اج في ما سيتياسيون ديك الساعه، لانهم فهمتي حيت في الاخر هما كان الراجل والمراه حيت يتخاصموا ابخي تنقول انا غادي يتصالحوا من بعد، ولكن شكون اللي غيبان خايب؟ انا. دونك دائما تنقول بلاش فهمتي. دونك حيت هي الراجل ومرتو دونك يسو ديسبوت راه من بعد غادي يتصالحوا، ولكن اللي خايب العيب ربما هو انت. فوالا هو الا دخلتي ويقدر يولي المشكل. كاين البعض كيقول لك اودي الانسان اللي كان كيعيش هذه النوعيه ديال المشاكل كيطلع له الدم، يمكن يبدا يكمي، يمكن يبدا يشرب، يمكن. فواش هذا صحيح هذا الامر؟ لا ما صحيح هو انا فاديتو انا في هذيك الفتره والو كنت فهمتي. دونك تري نو ماشي اون سوليسيون هذيك غير خيال انه بنادم تيقول لك لا انا تعصبت نكمل الكارو هذيك غير اعذار واهيه وصافي واعيه. طوب غادي نجيو للمرحله ديال الاحباط، المرحله اللي سديتي على راسك 7 سنين. مفهوم سديت على راسي 7 سنين الا بغى يصوروا مخرج كيفاش يصوروا؟ غادي يصوروا سيدي جالس في واحد البيت، لانه الدار كبيره ولكن انا عندي اون شومبر كنت جالس فيها تناكل وتنشرب وتنقرا كالكو بوكان كو جافي. دونك البيت ما مرتبش، تادي غادا جافي با بوكو دو فيتمون لان داكشي محدود، تلقى عندك جوج سراوال قميجه فهمتي. دونك الوالده مره في لي مويان ما عندهاش فهمتي. دونك هي اللي خدات لا ريسبونسابيلتي الوالده من بعد فهمتي. الاخت ديالي تتصيفط لها شويه المصروف. دونك ايماجين انه انا وياها الماكله قليله فهمتي، اتاي شي بيض شي حاجه باش فهمتي باش غير تقضي. ايماجين هاد القضيه البيت مبعطار فهمتي، اللحيه فهمتي بوكو ما كتخرجش ديك السنوات الاخرانيه. دونك تنخرج غير اوغوزمون جيتي با لوان من جامع الفنان. دونك بحال تنخرج جامع الفنان بور دي سوفونير، لانه فاش كنت صغير كنت نمشي لجامع الفنان بزاف. طرات لياتني واحد لانيكدوت، كنت نمشي حتى عاودت واحد السنه لان تنمشي لدوك الحكواتيين وداكشي. دونك تنمشي نعيش، مشيت في فهمتي تنقول نعيش في الماضي فهمتي بوغ باش ننسى الواقع اللي كاين في اللحظه هي. اوغوزمون هذيك حاولت. في هذيك الفتره انا تلاقيت مع انامي كي ترافايي سور لا بلاص تما تيبيع الماكله وداك الشيء، وقال لي ودي راه انا جو في بارتي ديال تروب ديال المسرح الجامعي. دونك قلت تيان نمشي نعاود نرجع للمسرح، لعل وعسى يكون هو الملذ ديالي انني نفرغ فيه داك الاحباط اللي عندي ونخرج، لان ما بغيتش نبقى 7 سنين سي ان بو ديفيسيل. بغيت نخرج من داك القوقعه اللي فيها انايا. اوغوزمون شوف وي هذا الموضوع اللي كتكلم فيه موضوع مهم جدا، يمكن قاربته السينما بعض الافلام خصوصا التلفزيونيه، ولكن على مستوى افلام سينمائيه باش تاخذ هذا الموضوع وتناوله بكل الاعماق ديالو يمكن باقي ما عندناش افلام في هذا الباب. ولكن يمكن نتكلموا فيها هي القضيه ديال الشوماج، القضيه ديال العطاله، القضيه ديال الانسان اللي كيقرا، اللي كينجح، اللي كياخذ شهاده عليا، اللي كيكون كله طموح، اللي كيكون منغمس في الكتب وفي الخيال، لما كيفتح عيني على واحد الواقع كيلقى حاجه اخرى، واقع اخر. لان ملي كتقول انه المخرج خصو يخلي واحد الممثل ويبينوا انه سد على راسو 7 سنين، معناه سد على راسو علاقات اجتماعيه ما كايناش، علاقات حب ما كايناش، طموح ما كاينش، لباسو كيف غادي يكون، وجهو كيف غادي يكون، لحيته كيف غادي يكون، بلياتو كيف غادي يكون وما الى ذلك. فتكلم معايا بلغه السينما، صور هذه المشاهد كلها الا سمحتي. الا بغى واحد المخرج يبين لنا شنو هي المعاناه الصامته ديال شمور اللي حنا يمكن كندوزو من حداهم وما كنتبهوش ليهم، ولكن كيعانيوا في صمت. انت عندك في جيبك يمكن باش تشري شي حاجه، الا بغيتي شي حاجه كتجبد فلوس في جيبك وتجبد بسهوله، ولكن انت شحال من مره عملتي يدك في جيبك ولقيتيه خاوين؟ هاد اللقطه كيفاش نصوروها؟
هو au niveau technique ديال السينما دونك بعدا لانه هذه حاله نفسيه ملي تنبغيو نصوروا حالات نفسيه دونك سي او نيفو ديال لي كادر سي دي غران بلون على الملامح ديالو فهمتي على لانه تيكون تريست دونك يا لا تريستيس وديما العينين هما اللي تيغفلتيو لانتيريور ديال لا بيرسون دونك سي دي كادر فهمتي زوم على العينين على الوجه. خلينا نزوميو على عينيك في ديك المرحله على وجهك كيفاش كان؟ بال لا تريستيس فهمتي كاينه لا فاتيغ فيزيك مورال اي تو ملي تيتجمعوا راه. شنو الحاجه اللي كتذكر انه تمنيتيها وما قدرتيش توصل ليها حيت ما عندكش غير شويه ديال الفلوس؟ كتطلبش بزاف ديال الفلوس، كتطلب غير شويه، ولكن في هذيك المرحله يمكن درهم ولا 5 دراهم ولا 10 دراهم كتبان شي كبير. سي فري. لا بعد ديك الساعه تيوليو ان مينيموم بانال تيبان لك كثير، تيبان لك درهم تيبان لك راه سي ان بو سي بوكو بالنسبه لانه بغيتي تمشي تجلسي في قهوه مثلا، لانه عرفتي انا انتقلت راه بحال درت 90 دوغري، لانه فاش كنت مع الاخت كانت تعطيني وجافي بعدا تنجلس هذاك جو مفلا تنشري حوايج وهذا وهذا، يعني كنت في واحد لو نيفو دو في وي توب واحد هذا هو ما بقاش هذاك الشيء، دونك تيولي داك لو مينيموم ما كاينش. تشرب قهوه افيك لي زامي ما بقاش، شري شي سروال عاجبك ما بقاش ما كاينش، شري اون شوميز تبان نتايا كوريكت فهمتي. لي ديفيسيل اللي مازال اللي كان شويه في حياته دونك غادي كرونولوجيكمون ما كانش عنده ولا عنده سي مزيان، ولكن ملي تتكون يعني كي تنقولوا اذر يعني العكس، ان كنتي عايش في رفاهيه والمهم كوغات مزيان كتولي حاجه اخرى، تتولي وهذاك الشيء كله يسغفلات على الوجه ديالك، دونك دائما تخيست. بورتون انا جيتي توجور غاي دوبي مون فهمتي ملي كنت صغير فهمتي جو في غير لي جون، لانه المسرح ماشي جاي لك جيتي ني انا فهمتي تضحك الناس واحد الوقيته سي كوم ان كلون، سي لا في دان كلون، عرفتي الكلون تيضحك الناس افيك لو نيتو مي لا في ديالو غيال لي تريست يعني فهمتي. في سيناريوك ما شفناش الوالد ديالك كثير، انا عرفت طبعا انه توفى بحال قلت، ولكن تصور معايا انه المخرج بغى يصعد الدراما وانت كتعيش هذه المرحله ديال سد على راسك 7 سنين، وكتعيش هذا النوع ديال الياس وديال الاحباط، وكتحلموا واحد الليله كيجي كيعطيك شي حاجه، فواش يمكن تصور هذا الحلم واشنو يمكن باك يعطيك في ديك المرحله؟ خذ لحظه، تخيل معايا المشهد، بغيتك تعيش المشهد، بغيتك تخيل هذه اللحظه، ترجع معايا لهذيك المرحله اللي كنتي فيها في قمه الاحباط، في يوم من الايام اقصى يوم في حياتك، النهار كله خايب، ما لقيتي فيه حتى شي حاجه، كله كيبان لك ظلام، الخدمه ما كايناش، الباب اللي مشيتي كيتسد، الصحاب اللي كانوا عندك ما بقاوش عندك، ما بقاوش كيعرفوك لان ما فيكش المصلحه، حتى واحد ما كيشوف فيك، كتغمض كيجيك باك في الحلم. كيفاش يمكن يكون المشهد؟ عرفتي الوالد الله يرحمه واخا كان يعني اوتو ديداكت قرا راسو فهمتي، دونك جو ليماجين انه جا عطاني كتاب بوكان بوتيتر كو سي الكتاب ديال الحياه فهمتي، فو غولير فهمتي، فو با بيردر ليسبوار فهمتي، لانه الكتاب سي عنده بزاف ديال الكونوتاسيون ديال الابعاد، يمكن لافي ديال يعني عاود قرا الحياه ديالك، عاود قرا فهمتي، بدا حيت لو سافوار حتى هو راه لي امبورطون، بحال عطاني لو سافوار يعني. الا حليتي هذا الكتاب رميتي عينك على اول صفحه، اول كلمه قريتيها شنو هي؟ الامل، امل في الحياه فهمتي، فو كونتيني، فو با ساغيتي لا. اذا 7 سنين سدينا وكان عندنا امال، والامال خلانا خرجنا من هاد ال7 سنين الحمد لله. كيفاش غيخرجك منها المخرج؟
يعني قلت لك انايا سي اترافير لو سافوار اترافير لا خرجت انا من القوقعه ديالي فهمتي. كون جي رونكونتري هذاك لامي اللي قلت لك اسمو قال لي راه اون تروب دو تياتر، دونك مشيت بديت في التياتر تنعبر على يعني داك الشيء هذاك من اترافير لا خرجت انا من الاحباط ديالي. وسا سي بيان سي غراس ا لا كو انا خدام دابا الحمد لله و جو سوي تري بيان فهمتي. دونك سي با سي اترافير ما سي با المخرج يمكن سي با لا، لان المخرج خصو يمنطق اللقطات ديالو، خصو يكون فيها منطق، خصو يكون فيها حبكه. بيان سور ما يمكنش غادي يجي يحطك يهزك من واحد الوضع ويحطك في وضع اخر مناقض تماما للوضع الاول. فكيف كان المسار؟ واش كان بهذه السلاسه اللي كتحكيها، او كان اصعب، او كان كيتطلب تضحيات من نوع ما؟ لا اكيد اكيد. علاش؟ لانه تضحيات اكيد كاينه، لانه ولكن ديجا لامور ديال لا شوز، لامور ديال لاغ ديال، لانه ملي ما تتكونش تحب داكشي اللي تدير سي با سا. دونك ملي تتكون تتحب الميدان مثلا ارتستيك اللي هو المسرح، دونك راه تيكونوا تضحيات. اكيد كنت نمشي على رجليا لان لاتولي لا تي ان بو لوان فهمتي، تما بالنسبه لي فين ساكن، دونك تنمشي بعض المرات ما تناكلش فهمتي، ما تناكل والو، تنمشي لانه جافي غير توصل الوقت ديال التدريب اللي كان ديك الساعه تقريبا من 6:30 الفوق ولا هذا، توصل بحال اون اورلوج، خصني شي حاجه فهمتي بحال. دونك الجوع كاين هنا، ولكن تنمشي كما قالوا نهنا كل. بالنسبه لي انا سيتي امبورطون. جيد. يعني نمشي في المرحله اللي كيكون ساد الانسان على نفسه، بحال تكلمنا قلنا انه كيكون احباط، يمكن كتجي واحد اللحظه كيلقى شي حاجه في يدو كيضرب بها كيكسرها، ويمكن كيقول اش درت انا بهذه القرايه كلها اللي قريت. لان للاسف هذا الحوار كاين بزاف عند الناس اللي ملي كتسد عليهم الابواب. فواش عشتي هذه اللحظه؟ واش ندمتي حيت قريتي في ذاك الوقت؟ ما كنتكلمش على الان. سي فغي كاينه طبيعي. عرفتي شنو 7 سنين ديال الاحباط و سانا با مارشي، وهذا تقول لان تتشوف بون. حيت في الحياه كاينين نماذج، كاين اللي في المثل نجح في الحياه ديالو بالقرايه، ولكن اللي كاين اللي خدا مسار اخر ونجح. دونك كاين اللي دار صنعه مثلا، ديك الساعه تنقول علاش انا ما نديرش في المثل صنعه ديال سيكليس ولا ندير طنجار ولا فهمتي. لان تنشوف انا نماذج اللي مشاو في الصنعه يعني با اوبليغاتوارمون في القرايه ونجحوا في الحياه ديالهم وراهم مزيان. تنقول انا بوكوا يعني علاش انا كاع قريت، كان ممكن نختزل هذاك الشيء ندير مهنه اخرى وهذا ونربح الوقت، لانه جي بيردي بوكو دو طون. يعني الى ديك الفتره اللي خسرتها كان ممكن ندير فيها بزاف د الحوايج اللي كون فكرت مزيان، ولا يعني ما كانش ذاك الاحباط. لانه ملي تتكون عندك اون امبيسيون تتمشي لك، دونك تيولي احباط يعني بغيسك هكا سي فغي. طرحت هذه القضيه ديال انه لاش كاع انا قريت، كون درت شي حاجه ولا بحال كان امن شخصيا، ويمكن حتى انت وعدد من المشاهدين الكرام، السينما خص تكون عندها رساله. فواش الرساله اللي يمكن نبلغوا للشباب المغربي انه حل الوقت اننا نقطعوا مع واحد الثقافه اللي كانت عندنا، اللي هي قرا باش توظف، قرا باش تخدم، ويكرس لنا هذا المخرج شي ثقافه اخرى سميتها قرا باش تنور، قرا باش تتعلم، قرا باش تنفتح على العالم. وقضيه الخدمه يمكن تكون حرفه بحال قلتي، يمكن يكون شيء من هذا القبيل. فواش كتعتبر التمثيل اللي انت كتمتهنه الان حرفه اللي كان يمكن لك تقراها حتى هي وما تضيعش بزاف د الوقت؟ سي فغي. كان ممكن في المثل ديك الساعه تحت لي انني ندير يعني المعهد العالي اسمه، ولكن في موناج لان زدت يعني تقريبا هو بدا في 87. انا ديك الساعه جيتي ان بو اجي بارابور انني ندير، لانه كان كيطلب ديك الساعه 25 عام فهمتي. جافي اونفي انني نقرا، ولكن سا نوبيش انه ابخي درت انا دي زاتوليي يعني تكوين فهمتي. انا درت شي شويه في العالم العربي ابخي افيك بالمسرح وبالسينما وهذا درت اترافي. دونك جيد. جي ريكوبيري. ما تنساش انه راه باقي ما عطيناش عنوان الفيلم ديالنا. انا جاني بحال
بحال كات فهمتي بحال شي كات. كات بغيتي واش قطع ما بين مرحله ومرحله؟ وي سي واش يعني كات يكون- في اتجاه المونتاج، في اتجاه التوضيب؟ لا كات باتجاه انني اتجاه نقطع مع القطع. واحد المرحله. قطعتي مع واحد المرحله. جيد. الا طلبت منك لقطه اخيره، الان طبعا انا كنعرف الواقع الحمد لله انت كتشتغل في دار بخير. الثقافه، فوالا. ممثل يمكن ما كنشاهدوكش بزاف على مستوى الافلام السينمائيه المغربيه، ولكن حاضر في افلام سينمائيه عالميه. الناس يمكن ما كيعرفوكش بزاف، ولكن هذه مناسبه باش يتعرفوا عليك ويتعرفوا على الانسان الكامن في وليد مزوار. لقطه اخيره، حيت ما تنساش انه يمكن باليأس اللي عشتي ونجحتي تعطي امال الشباب كيشاهدنا الان. فالا بغيتي تعطينا لقطه اخيره وعليها يطلع الجينيريك دو فان. انا الا غير يعني في الاول فاش خدينا الكادر على عينيا ويز étaient tristes le même cadre mais avec les yeux gais فهمتي سي باسكو سي صوره للامل. صوره للامل فهمتي يعني العينين هما كل شيء دونك ils étaient tristes في واحد الفتره ودابا لو ميم كادر يعني زوم عليهم مي اون ليور يعني الحب ديال الحياه. رائع فو جامي ديزيسبير. رائع. يا سيد وليد مزوار شكرا جزيلا، شكرا بارك على الله فيك سي محمد. الروح الطيبه ديالك والصراحه باش تكلمتي. بارك الله كان يمكن نمشيو في الفيلم ديالك اكثر واكثر، ولكن ما يهمنا هو اننا نكونوا تمكنا من تمرير رسائل الامل والتفاؤل. باش نختم بهذه الكلمه ديالك، مشاهدي الكرام، كل حب، كل امل، كل تفاؤل اللي خصو دائما يبقى معكم. طاقم برنامج حياه سينما تقني اداري كيحييكم وكيتمنى لكم فرجه طيبه. الى اللقاء. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et la présidence effective de Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, du 2 au 10 décembre 2016, le Festival international du film de Marrakech fit dialoguer les cultures et découvrir les talents de demain. Pour sa 16e édition, le jury sera présidé par le cinéaste hongrois Béla Tar et rendra hommage au cinéma russe.